بص عايز الاهلاوي، بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قبل اي حاجه. بس لو اللي بيتقال واللي بيتفرش له واللي بيتمهد له ده لو حصل، انا هطلع التمرينه وهرمون التستوستيرون كله على كابتن محمود الخطيب وعلى احمد شوبير. معلش يعني، ما هو اللي هيحصل ده مش هينفع. هو قال اللي هيحصل هاجي اقول لك وهنخش في الحوار، بس طبعا زي ما احنا متعودين نصلي على النبي وندعي اخواتنا في سوريا وفلسطين ودعمني بشير لايك وسبسكرايب واي حاجه يعني. وبسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، كابتن احمد شوبير طلع امبارح عزيز الاهلاوي في البرنامج بتاعه على قناه النادي الاهلي، قال لك انا مكلم وسام قبل الهوا ويا عيني وسام ندمان ووسام زعلان، ووسام قال لك جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ليه فضل عليا كبير، هو اللي وصلني وانا ما احترفتش عشان الفلوس، لا انا احترفت في الدوري الامريكي علشان بيتمهد له ان انا ممكن اروح في الدوري في اي حاجه في اوروبا ومش عارف ايه والكلام، طبعا الصعبانيات دوت اللي تخلي الواحد يصعب عليك وسام. فكل الكلام ده بلح، هو حصل بس ما يلزمنيش وما يخصنيش وما يعنينيش انا وانت وكل واحد اهلاوي. خلاص وسام هو شق طريقه، خلاص بقى ربنا يسهل له، شكرا. كل ده بقى بيتقال ليه؟ علشان طبعا احنا عارفين مشكله ان النادي الامريكي بتاعه في مشكله في القيد بسبب اللعب المال النظيف وحوار كده ما يخصنيش برضه، نفس الكلام وما يخصكش برضه، انت فاهم، ما يخصناش بره عننا. فوسام لسه ما اتأيدش، وتقريبا لو ما اتأيدش تقريبا النهارده بالليل او بكره بالليل، فالنادي الاهلي لسه ما شالوش من القايمه، والنادي الاهلي لسه حاطه في القائمه بتاعته علشان لسه النادي الامريكي ما دفعش الاقساط، ولسه النادي الاهلي البطاقه الدوليه بتاعته وسام معاه، فالنادي الاهلي هيسجله علشان وسام لو ما تسجلش في النادي الاهلي وما تسجلش في الفريق الامريكي كده وسام يبقى حر وفري ويروح اي نادي ببلاش. فالنادي الاهلي طبعا عايز يحفظ حقه وهيسجله، والله صح مش غلط انك تحفظ حقك ووسام اللاعب بتاعك ويفضل معاك، بس لحد هنا بس، شكرا لحد هنا يتسجل معاك بس. لا بقى انت هتسجله طبعا وسام هينزل تدريبات معاك. انا من وجهة نظري الراجل قال لك ريبيرو قال لك انا مش عايز احمد عبد القادر، عايز اركز على الفئه اللي معايا، والناشئين الكتير مش عايزهم، عايز اركز على الفئه اللي معايا والناشئين ايه الحبيتين ثلاثه اللي معايا بس. فانت كده يبقى وسام ما تنزلوش مع الفريق، فوسام هيلعب فين؟ هيتمرن لوحده المفروض اللي يحصل، او يتمرن مع الناشئين، ده المفروض اللي يحصل. بس وسام ولا يخش قائمه مباريات ولا يخش قائمه اي فريق ولا يبقى في القائمه معانا. ايوه انت مسجل معاك في القائمه واللاعب حقك، بس يتمرن لوحده ما تدخلوش مع التيم، ده اللي المفروض يحصل وده الصح، ده الصح. وسام ابو علي ما عادش ينفع يلبس تيشيرت النادي الاهلي وينزل يلعب، وما ينفعش حتى لو يقعد على الدكه، لو هيقعد في المدرجات ما عادش ينفع. وسام ابو علي خلاص انت هتاخد حقك انك هتسجله معاك، سواء بقى تلعبه مع الفريق الرديف مع الفريق الناشئين او تمرنه، والصح يتمرن معاك، والصح انك ما تمرنوش، ما يلعبش حتى مع الفريق الرديف، ينزل يتمرن لوحده. بس ده حقه وحقك، يعني حقه اللي هو لما تسجل ينزل يتمرن، وحقك انك ما تلعبوش، ده الصح اللي المفروض يحصل. فلو وسام هيتسجل معاك وهيجي وهيتمرن معاك، هتقوم بعد ما تسجله اتفضل يا وسام احنا هنعرضك للبيع، اجاله بيعه اتباع، ما جالوش بيعه في يناير هتعمل نفس الكلام، هتدور تسوق وانك تبيعه، روح يا عم وسام جيب له عرض وامشي، ده اللي المفروض يحصل. انما هقول تاني، انما ان هو يلعب او يخش حتى التدريبات مع الفريق الاساسي لا، ما ينفعش. وسام لما حصل معاه المشكله، اصلا لما حصلت المشكله من الاول وامام نزل صوره وهو بيتمرن في الجيم معاهم، انا اتضايقت، انت مش هتلوي دراعي وهتيجي تتمرن كمان ومش عارف هو هتبقى مبسوط لا. الاعتذار اللي اتقال اللي انا قلت لك قبل كده ان وسام ما ينفعش يعتذر، مش ما ينفعش يعتذر، ما ينفعش النادي الاهلي ينزل الاعتذار، وما ينفعش يخلي وسام يعتذر علشان ما يهيئش نفسه ان هو خرج من الباب الكبير والنادي الاهلي ما يجيش يهيئها لي بعدين، لا ده وسام اعتذر فنرجعه، لا ما هو مش بالاعتذار، ما هو كنا نرجع رمضان، كنا نرجع عصام، كنا نرجع حسام وابراهيم، كنا نرجع حسام عاشور، كان كل دول يرجعوا لو بالاعتذار، فهي مش بالاعتذار ابدا. خلاص انت بالواد دراعي وعايز تمشي غصب عني وفرده، اتفضل امشي، ما مشاتش معاك بقى ومش سالكه ومش عارف ايه ما تجيليش تاني، هتجيلي هسجلك ومش عارفه بس هعرضك للبيع، ده المفروض يحصل. مش هينفع نفتح على نفسنا فتحه تانيه زي فتحه امام عاشور. انا قلت لك امبارح في الفيديو، انا هنزل لك فيديو واتكلم الفرق بين وسام وامام عاشور. امام انت جبته غلط فينا وشتمنا وكل دوت قلت مش عندنا، سكتنا والراجل كان اعتذر مره واثنين وثلاثه واربعه وان خلاص، وانت قلت لنا وهيئت لنا الدنيا ان امام ما كانش عندنا واعتذر ومش عارف، او احنا تقبلنا، واعرف فئه كبيره من الجمهور لسه مش متقبل امام عاشور لحد الان، احسن لاعب في مصر، هو اللي جاب لك الدوري بنسبه 80% السنه اللي فاتت، هو اللي جاب لك الدوري، بس انا اعرف ناس كتير لسه مش متقبلاه، وبالنسبه لها امام عاشور مش طايقاه،
انا اعرف ناس كده. فامام عاشور انا بحب امام عاشور، يعني انا بحب امام عاشور، ولما اجى ايوه انا كنت معترض عن الصفقه وعارف ان الصفقه ديت هتعمل انقسام بين جمهور نادي الاهلي، اي فئه هتبقى مرحبه وفئه لا، ولحد الان لسه فئه مش مرحبه. بس امام عاشور كان اعتذر مره واثنين وثلاثه وخلاص، قلنا الراجل غلط وما كانش معانا واعتذر، ومره واثنين وثلاثه قبل ما يجي النادي الاهلي ودخل النادي الاهلي والراجل بقى اهلاوي وحبناه وتقبلناه، ده تمام. انما ان وسام ما يبقى معانا ويلوي دراعنا ويعوز يمشي وتيجي بعد كده يعتذر ويرجع يلعب، مش هينفع، مش هينفع. ده لحد دلوقتي انا لسه يقول لك امام عاشور شوف بيشتم، والفيديو بتاع امام عاشور هو بيشتم النادي الاهلي، واي حد يطلع يغلط في النادي الاهلي يقول لك بس انت هتلعب النادي الاهلي الموسم الجاي. مش هينفع نكرر المشكله دي تاني، مش هينفع نفتح على نفسنا الفتحه دي تاني. فزمان قلت لك وسام ابو علي حق النادي الاهلي اللي هو يسجل، ولو ما تأيدش مع النادي بتاعه حق وسام ابو علي اللي هو ينزل يتمرن، حقه لو ينزل يتمرن بس لوحده، ما ينفعش ولا يشارك، يخرج بره حسابات الراجل جدا، ما ينفعش يتحط حتى، ما ينفعش حتى لو عندنا مشكله في المهاجمين نقول لا وسام اللي لعبه، ما ينفعش، ما ينفعش. ده في فئه من الجمهور يقول لك مسامح كريم ايه يا صاحبي؟ مسامح كريم ايه؟ يعني خلاص يعني اي حد دلوقتي بقى يلوي دراعك وعايز يمشي هترجع وتقول لي مسامح كريم؟ لا، مش هينفع مع وسام ان هو يلعب، مش هينفع مع وسام ان انت تسامحه ان هو عايز يلوي دراعك وعايز يمشي، مش هينفع حتى انك تشوفه في التدريبات. فده من وجهة نظري، ممكن ناس كتير مختلفة على كلامي ده اكيد، بس انا بتكلم من وجهة نظري على واحد شاف ناس كتير غلطت في النادي الاهلي، والنادي الاهلي قفل الباب في وشه قال له شكرا خلاص ما عادش ينفع. فده من وجهة نظري. مش هطول برضه عليك الفيديو تقريبا يجي 7 8 دقايق اهوت، مش هطول عليك، بس ما تنساش تقول لي وجهة نظرك وتقول لي وجهة نظري صح ولا غلط في التعليقات، وطبعا تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب، واي حاجة منك يا اعزائي تبقى حلوة ان شاء الله. وبس كده، والسلام عليكم.